ازاي تعرف ان هو بيحبك وعايزك في حياته ومتمسك بيك حتى وهو بيتظاهر بعكس مشاعره وبيقولك طول الوقت ان انت بالنسبة له شيء عادي؟ دايما في تصرفات او حاجات لا ارادية بتصدر منه بتأكد ان هو متمسك بيك اكتر، وهعرفها لك في الفيديو ده. بس يا ريت تعمل لايك، اكسبلور، طلعني اكسبلور. انتوا تقدروا تعملوا ده، مش انا، انتوا اللي تقدروا. تمام، شجعوني عشان انزل لكم حاجات اقوى بكتير باذن الله. اول حاجه وهو الغيره، لو بيغير عليكي او بتغير عليك اعرف ان الشخص ده عنده احتمال لا واعي في عقله ان هو يرتبط بيك تاني وتجمعكم من مواقف تاني، فبالتالي بيخاف من حدوث اي فرصه ان حد يقرب منك فيخليك تحبه فتحبه، فما يحصلش اللي هو عايزه ان هو يرتبط بيك. فبالتالي هو ممكن يكون بيعاملك بطبيعه عاديه خالص بس سايبك على امل ان انت وهو في يوم من الايام تتجمعوا، بس لحد ما يجي اليوم ده ما ينفعش انت ترتبط. فلو بتغير عليك او بيغير عليكي اعرفي ان هو لسه متمسك بيك، دي اهم حاجه. تاني حاجه الخناق. لو طول الوقت بتتخانقوا مع بعض حتى لو علاقتكم مع بعض مش قويه او اللي هو لسه مهزوزه، بس انتوا خناق خناق بس مفيش اي حاجه غير الخناق، اعرفي برضو ان هو او الشخص ده لسه متمسك بيكي او متمسكه بيك بطريقه كبيره جدا. لان الخناق اصلا لو جينا نفسر معنيه ان اللي الشخص اللي بيتخانق مع شخص بيتخانق مع حد عزيز عليه، حد فارق معاه، حد فارق معاه ان هو يتخانق. لو حد تاني بيعاملك عادي هيقول طز اعمل اللي انت عايزه خلاص براحتك، انت مش في حياتي دلوقتي. لكن طالما بتتخانقوا مع بعض فهو الشخص ده لسه بيعزك، لسه بيكن لك مشاعر حلوه، فبتصدر منه الكلمات في الخناق بتثبت لك ان هو قد ايه بيحبك. فولو لايك واكسبلور عشان انزل لكم حاجات اقوى من كده.